حنا مالناش مراركه باش نتفاهموا. حنا الجزائر نحبوه. المروك فرنسا مالناش مراركه. سباب عذابنا سباب عذابنا المخزن والصوص بلاونا. سباب عذابنا المخزن والصوص بلاونا. سمعتوا بودنيكم دابا، حنا ما كذبنا ما والو. شحال نقولوا انها المخدرات؟ ها شتيش المطالب؟ اول مره كنسمع هاد المطالب كطالب بها الجزائر. انسان بعقله كبير في لاج، راسو فيه الشيب، ولكن العقل الله يجيب. هذا هو اللي كيتماشى معه واحد المثال تيقول لك: كم من أحذية فاخرة وبداخلها جوارب ممزقة. كنتمنى اللي يفهمني. إنسان عاقل وشوف المطالب اللي كيطلب. أنا كنعرف واحد ملي تكون عنده عيد كيكون نشاط، كيكونوا فرحانين. هما لا، هاد العيد ديال النصر المطالب ديالك اشنا هي؟ المطالب اللي كتهمك في بلادك، فهمت؟ المطالب مثلا طلب من فرنسا تعتذر على القتل وعلى الاباده الجماعيه اللي دارت لك، على التجربه النوويه اللي دارت لك في بلادك، على القتله ديال عائلتك وعلى دوك الشهداء اللي كتهضر عليهم. دابا بحال اللي استفزيتو الشهداء، اوليو باش تجيو ديروا مظاهره ضد المستعمر اللي كان مستعمركم، جيتو كتعايروا خوتكم. بالعكس حنا ما عمرنا نعايروكم، نتوما في قلبنا، والله نتوما في قلبنا بالله. انا عندي صحابي جزائريين والله العظيم الله يعمر هادو جايين مساكن مخلصين، فهمت؟ مخلصين باش يقولوا هاد الكلام هذا. انا صحابي جزائريين كيتسائلوا تيقول لك اش من مطالب هادي، علاش جاو؟ قولوا لفرنسا حنا ماشي مرارك. علاش غنقولوا لفرنسا حنا ماشي مرارك؟ نتوما ماشي مرارك، راه عارف انكم ماشي مرارك. راه يحصل لك الشرف باش تكون مغربي، ولكن فرنسا عارفاك بانك ماشي مغربي، لان فرق كبير بين المغرب والجزائر. حيت الغابه اللي تيكون حاميها سبع راه ماشي غابه تيكون حاميها كلب. راه الدبلوماسيه ديال الملك ماشي هي الدبلوماسيه ديال العسكري. ورغم ذلك كنحبوكم، وعندي صحابي جزائري الله يعمرها سلعه لا هنا ولا في ايطاليا. انا هادو ماشي جزائريين بالنسبه ليا، والله ما جزائريين بالله. باش يقولوا هاد الكلام انا كنعرف مظاهرات تكون مخطط ليها، يعني تيقولوا اشنو غيقولوا وشنو هادي وشنو هادي. نتوما كيهضر بواحد الحقد دافين في قلبه. قالوا لفرنسا حنا ماشي مراركه. هادي ماشي مطالب صاحبي. يا المروكيه حيوان اعطيوه البنان. هاد المره كنضحك والله الا كنضحك. واش فعلا الجزائريين نتوما؟ انا كنعرف جزائريين الناس في شكل صاحبي. الجزائريين انا عشت معاهم في ايطاليا، كنت ما خدامش كيحطوا لي الفلوس على راسي حتى بديت نخدم. وهنا في فرنسا تلاقيت معاهم، هما عندي صحابي هنا في فرنسا. ما يقدرش يهضر هاد الهضره هاد. البنان راه ما بقيناش كناكلوها صاحبي، والله ما بقينا كناكلوه، ولاو العيالات كيديروه ماسك لوجههم. حاولوا ديروا شي مطالب في البلاد ديالكم، حيت راه الدوله شاريه صوتكم 840 درهم، يعني 80 اورو شاريه الصمت ديالكم. حيت انا كتهضر مع شي جزائري تيقول لك حنا كتعطينا الشوماج. انا نسحب الشوماج ديال 1200 900 400، قال لي كيعطينا 80 اورو في الشوماج. راه حشومه. دوله اللي كتعوم على كنز وتخلي ولادها هنايا. انا عندي صحابي نهار كيبغيو يقطعوا الطياره تيلقاو مشاكل. عنده مراه وجوج ولاد خاصها توصل 3 المليون. راه حشومه عليكم.
الجزائر خصهم يكونوا عايشين في النعيم يا صاحبي. الجزائر كان خصهم يكونوا في الجزائر وحنا نجيو نخدموا عندهم. عندي صحابي اللي كيدير عندهم لافاجات هنايا كيغسلوا الطوموبيلات، كيجيو عندهم ولاد مسؤولين بالفيراري ولا لامبورغيني، والجزائري كيشد 1000 طرباسو هنايا ما كيلحقش حتى يخلص الكرا. شتي على فرق. ولكن هذه هي ديك الجزائر الجديده ديال السي عبد المجيد خايب السميه. فهمت؟ هذه هي الجزائر الجديده اللي كينادي بها. الغاز يا صاحبي، الغاز من الجزائر الايطاليه كيوصل ديك الساعه، وفي الجزائر الا بغى ياخذ الغاز ما كيوصلكش. شتي على فرق. كتنوضوا تعايروا كتقولوا قولوا لمحمد السادس يشري لكم الحطب. ما بقيناش نديروا حنا الغاز، ولا عاد الضو عندنا حنا كنطيبوا عاد الضو. حاولوا تفيقوا، حاولوا ديروا واحد المطالب اللي كتهمكم، خليو ناس اخرين عليكم. بحال دابا واحد مثلا بعد مره كنسمع شي حوايج والله العظيم لما كيضحكوك. سمعوا لهذا. تاع المروك امر الجنون تاع المروك يطاكيو الجزائر. دونك لازم تكونوا الصحراء تاعكم بكل والراقين تاعكم بكل باش تواجهوا الهجوم المغربي نتاع الجنون. عندنا خبر مفاجئ وكما نقولوا حنا اكسكلوزيفيتي. الملك نتاع المروك امر الجنون نتاع المروك يطاكيو الجزائر. دونك لازم تلموا الصحراء تاعكم بكل والراقين تاعكم. سمعتوا اش قال؟ قال لك الملك محمد السادس امر الجن ديالو عندوك الجزائريين تخرجوا. واش فعلا هادو جزائريين فعلا عندهم العقل؟ انا كنعرف الناس هنا بدله بزاف يا صاحبي هنايا الجزائريين، بس حابين زعما الناس ما فهمتش انا ما كيهضروش كاع واحد الهضره الاداب وما تطيحش معاهم اونبان وديما في جنبك، والناس كتهضر بحال هكا. باقي الناس وكاين اللي يصدقوها، كاين مساكن دابا اللي يصدقوا يقول لك فعلا الملك وقال امر الجن ديالو. علاش كتعلموهم الكره؟ حنا في المدرسه ما علموناش هذه، ما قراوناش هذه القضيه ديال الكره خوك، كره الجزائري ولا دير واحد الحق ديال في قلبك على الجزائري. قراونا على الثوره الجزائريه وعلى ابطالها وكيفاش كانوا كيجيو الوجده، كيفاش كانوا كياخذوا السلاح، كيفاش المغرب كان كيعاونهم. فهمت؟ حيت اغلبيه ديال الرؤساء ديالكم كلهم اللي دازوا من اصل مغربي. داكشي علاش كنا كنعاونوا وكذا. داكشي انا نوريهم لكم بالفيديو، ها هما. ياك شفتوهم؟ هذيك راه في المغرب مع مع محمد الخامس، يعني جاو كياخذوا استشارات وتياخذوا السلاح وكيمشيو يضربوا المستعمر. ولكن دابا فاش جا الوقت واليوم باش تسبوا المستعمر ما باغينش تكونوا مغاربه. قولوا لفرنسا دابا حنا غنتجمعوا غادي نعاد فرنسا نغوتوها سيدي هذوك راه ماشي راه جزائريين، راه ماشي مراركه، راه جزائريين. علاش مراركه زعما كطيح بيك؟ ولكن ما عندنا ما نقولوا، لان دابا نتوما جيتوا واحد الشردمه صغيره مخلصينكم وجايين باش تقولوا هاد الكلام هادو. من حقكم، لان والله ما تاكلوا فلوسكم احسن ما كتاكلها عصابه كتخسر عليها الفلوس. فلوس الشعب كله كيمشي ليها. جا حنا دايرين عرس كروي، شفتوا ولد مانديلا تيولى ولد حفيد ديال مانديلا ما عنده حتى معنى كاع، ما معروفش كاع نهائيا. جبتوه باش يسبنا، باش يقسم، باش يهضر على تقسيم المغرب. هذا هو المشكل ديالكم. علاش ما نديروش يد في الميد كما تيقول الملك؟ علاش التيران خسر لكم قلتوا المغاربه خسروه؟ علاش الغابه تحرقت قلتوا المغاربه حرقوها؟ وكاينه ناس اللي كطالب دابا بفرنسا هنا وغادي تيغوتو تيقول لك سباب عذابنا هو المخزن. ومن سباب عذابك هو المخزن، المخابرات الجزائريه فين هي؟ ما تحميكش.
السي عبد المجيد حاشاكم ما يحميكش، يعني استعرفتي بانك منهزم، يعني المخزن هزمك. حاولوا تفيقوا يا صاحبي، حاولوا تفيقوا، راحنا خوت. راك تجي للمغرب راك على الراس والعين، وانا عارف الا جيت للجزائر على الراس والعين، عارف، فهمت؟ عاد داكشي اللي غيكون، حيت هاد النوحده ديال هاد البشر اللي تيهضر هاد الهضره ما علقاش انا في الجزائر ولا هنا في فرنسا ولا فينا. هادو عا كيجيو مثلا مخلصين هذاك، هاكو هاش تقولوا كدوز القنصليه من بعد كتاخذ شي 100 اورو ولا 150. هذا هو المشكل ديالكم. بحال كلمه مغرب صاحبي ولات عندكم محرمه. راه خصكم تعرفوا هاد القضيه، خصكم تعرفوا بان راه المدير ديال التلفزيون نهار اللي قال المغرب جراو عليه. كاس العالم نايض وانتم كتقولوا اسبانيا تغلبت بالبيلانتيات مع من ما عرف. ها هو جاي رمضان دابا كي تقولوا من يقول حان اذان صلاه المغرب، واش غتقولوا تحيدوها؟ غتقولوا مثلا حان صلاه اذان الجزائر؟ ما يمكنش. ديروا اليد في اليد وزيدوا لقدام. ما فهمتش انا فين غادي بهاد الحكومه ديال العسكر. هي هوك الدبلوماسيه ما عندهاش نهائيا. بنت صاحبي ربحت ملكه جمال العرب، داروا معاه استجواب، قالت لهم فعلا كنت تعاشرت مع مغربيات تما والله يعمرها دار، حيدوا لها اللقب حيت قالت لك تعاشرت مع المغربيات. شوف الكره فين وصل. وحده مسكينه كانت عندها بوتيك في الجزائر كتشري الحوايج من المغرب، قفطان بدعيات كذا، هذه كتجي دير الاشاره. هذا كتقول مسكين هذا من المغرب، هذا من المغرب، هذا من المغرب. سمعوها الحباب، جاتها اوامر ما تبقاش تذكر المغرب نهائيا. دير مرموجه عندها واحد الصديق وتيوري الناس وما عارفش بان راه جاوها اوامر. بقى يهضر على الاخر قالت له ما تقولش كلمه المغرب، ما تقولش كلمه المغرب. هانتوما عاد تسمعوها في الفيديو. هذا كافطون بدعيه. ما تبقاوش تسمعوا لدوك القنوات. راه كاين شي قنوات كينوضوا على الفتنه، والله العظيم بالله. راه كاين شي قنوات كتبقى طيح القناه ديالو تيبقى يعاير الجزائر، هاو كيديروا عليه كتطلع المشاهده. شويه تاني شي واحد كطيح له القناه ديالو تيبقى يعاير في المغرب، وكينوضوا داك المشكل بعضياتكم. هما كيربحوا الفلوس وانتم كدابزوا. المغرب والجزائر الشعب كيدابز. هذا هو الخطا اللي كنديروا حنايا. حاولوا تفكروا، حاولوا تعرفوا بان المغاربه راه خوتكم، راه ماشي حيوان تياكل البنان. حاولوا الا بغيتوا ديروا شي مطالب ديروا شي مطالب معقوله. انا اللي بقى فيا هو هاد السيد اللي تيهضر في الاول، يعني تيهضر من القلب ديالو، خارجه له من القلب. قالوا المرار فرنسا حنا ماشي مراركه. والله العظيم راه كاين جزائريين ولاد بلادك جاو ضحكوا عليك، قال لك راه ما عرفتش انا المغرب اش دخلوا في هذه المظاهره هذه. المغرب ما محلو من الاعراب من هذه المظاهره اللي جيتي انت تقولها، تقول حنا ماشي مراركه. واش هذه هي المطالب؟ اش غنقول لك؟ القرايه كتنفع، والله لا القرايه كتنفع، ولكن لا كان عقلك فيه الزبده مع الشمس كدوب، او كتبقى تلف لك البوصله وكتبقى كتخربق. ما عندي ما نقول، والله ما عندي ما نقول. دابا المشكل ديالكم فيما تنوضوا كتعايرونا بالتطبيع ولا تسبوا الملك ولا الدعاره. الدعاره راه عالميه والفقر عالمي، فهمت؟ الدعاره فيما مشيتي كتلقاها. زعما نتوما في الجزائر ما عندكمش الدعاره، هادشي معترف به عالميا. هذا ما يمكنلكش تهم واحد في الوقت اللي انت عندك انت، فهمت؟ ولكن غنوريك كيما كتهمنا وكتهم المغربيات بالدعاره. شوف المغربيات فين وصلوا. انا نعطيك واحد 4 ولا 5، واحد نموذج صغير 4 ولا 5 ديال الامثله وشوفهم وقرا وشوف العيالات المغربيات فين وصلوا. حنا ما كنهضروش على التفاهات، الدعاره والسحر
لا كنهضروا على المعقول. شوف بعينك وقرا وكل وحده اشنو كدير. شفتي هذا راه واحد لمحه صغيره على العيالات وصافي، اللي كتهمونا بالدعاره. ولكن نتوما شوف، انا كنهضر على الجزائريين اللي كنعرف راك ديما خوت، واخا ديروا اللي درتو راك ديما معانا، راه حنا مخلطن. راه شحال من واحد عنده عائلته في المغرب، شحال من واحد عنده عائلته في الجزائر، ما يمكنلكش تنكر هذا الشيء كاع نهائيا. هذيك هضره ديال السياسه بعضياتهم، وما الشعب راه وحده. خطينا فيما مشيتي كتلقى الخونه، فهمت؟ فيما مشيتي كتلقى الخونه، وفيما مشيتي شي ما كيبغيشي. ولكن الاكثريه الا جيتي تشوف راه 99% خوت. عمرك شي مغربي مصاحب مع تونسي ولا جزائري مصاحب مع تونسي؟ قليل وكاع ما كاينش كاع. ديما الجزائر والمغاربه بحال هوك، دم واحد تفكير واحد. خطينا من هذا اللي تيقول لك قولوا فرنسا حنا ماشي براركه. عاش الشعب الجزائري وعاش الشعب المغربي، حنا ديما خوت. الى اللقاء، وكنتمنى الى عجبكم الفيديو حاولوا تخليونا دي لايك ما كديروهمش نهائيا. واخا تنسى رجع قول ودي انور طلاب مسكين واحد لايك. يلا سيدي، الى اللقاء، مع السلامه.